كانت ليلة عادية جدا، ولا في بالي حاجة ولا متوقع إن أي حاجة تحصل. الساعة كانت داخلة على 12 بالليل، وفجأة جرس الشقة رن. قلت عادي، يمكن حد غلطان. اتأخرت شوية، لكن الجرس رن تاني، بس المرة دي مش نفس الصوت، كان أعلى حاد، كأنه بيصرخ افتح. قلبي دق جامد. قربت من الباب، فتحت بحذر. مفيش حد، بس على الأرض كان في صندوق خشبي صغير مليان خدوش، شكله قديم وكأنه لف بلاد كتير قبل ما يوصل عندي. مفيش اسم، مفيش ورقة، ولا أي علامة تقول مين بعت الصندوق ده. فضولي غلبني، دخلت الصالون وقفلت الباب ورايا. فتحت الصندوق، لقيت مفكرة قديمة ورقها مصفر، مليانة أسماء، تواريخ، ورسائل مكتوبة بخط غريب مش شبه خط أي بني آدم. فتحت أول صفحة، كانت مكتوبة بحبر أسود: اللي هيقرأ ده حياته هتتغير للأبد. أول ما قريت الجملة حسيت بقشعريرة، كأن المفكرة نفسها بتهمس لي من غير صوت. قلت يمكن توهم، يمكن تعب. أول ما خرجت من العمارة كل حاجة اتغيرت. الشارع اللي متعود عليه بقى ساكت زيادة عن اللزوم، سكات يخوف. أصوات العربيات كانت بعيدة قوي، كأن المكان كله محبوس جوه فقاعة صمت. مشيت ناحية المحطة، وكل ما عدي جنب حد كان يبصلي نظرة مش مريحة، مش فضول، نظرة ناس عارفة حاجة وأنا الوحيد اللي مش فاهم. قلبي كان بيدق أسرع، والدنيا حواليا بتبعد عن الواقع، كأني جوه فيلم بس أنا مش متحكم فيه. وفجأة المفكرة فتحت لوحدها، والكلمات بدأت تتحرك قدام عيني وكأنها بتكتب نفسها: اتبع الظلال وهتلاقي الحقيقة. الظلال لفيت حواليا، مفيش حد، بس في ظل طويل على حيطة شدني. مشيت وراه، دخلني شارع ضيق مظلم، الحيطان فيه مهترئة والجو رطب، تحس إن المكان بيتنفس. وفي آخر الشارع كان في باب خشبي قديم مقفول وعليه علامة غريبة، نفس العلامة اللي على المفكرة. وقفت قدامه، قلبي كان هيطلع من صدري، وصوت جوايا قال: افتح وهتعرف الحقيقة. وساعتها فهمت إن اللحظة دي هي اللي هتحدد مصيري، وإن الباب ده مش مجرد باب، ده خط فاصل بين الحقيقة وحاجة كان المفروض ما تتعرفش.